السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوري أبطال أفريقيا ونتيجة القرعة اللي حصلت والمجموعات. هنتكلم النهاردة عن دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية وشوية معلومات كده عن الدوري المصري. للأسف الأهلي وقع في أصعب مجموعة في دوري أبطال أفريقيا، وقع في المجموعة الثانية مع شبيبة القبائل الجزائري والجيش الملكي المغربي ويانج افريكانز التنزاني. 3 فرق تقال وليهم اساميهم في دوري ابطال افريقيا. للاسف الاهلي وقع في مجموعه يا قاتل يا مقتول. مش عارف اللعيبه اللي بنتفرج عليها اللي بتضيع فرص سهله كتير دي هنلعب ازاي بالمنظر ده مع 3 فرق وحوش من وحوش افريقيا. المجموعه الاولى وقع فيها بيراميدز وباورد ديناموز فريق من زيمبابوي، وريفرز يونايتد فريق نيجيري، ونهضة بركان المغربي. مجموعة ما اعتقد سهلة لبيراميدز، فرقتين انا اول مرة اسمع عنهم، الفريق النيجيري والفريق اللي هو من زيمبابوي. نهضة بركان اللي ممكن يسد شوية، اتوقع ان دي بيراميدز ونهضة بركان اللي هيصعدوا في المجموعة دي. المجموعة التانية صعبة زي ما قلت لكم، مش عارفين، ملهاش توقعات. المجموعة الثالثة لبوبو الكونغولي ومولودية الجزائر والهلال السوداني وصن داونز. مجموعة مش سهلة نوعا ما، فيها مولودية الجزائر والهلال السوداني وصن داونز، يبقى هم أكتر 3 فرق متصدرة في المجموعة دي. لبوبو الكونغولي أعتقد أول مرة يصعد، أعتقد يعني أول مرة أسمع اسمه. المجموعة الرابعة استاد مالي وبترو أتلتيكو الأنجولي وسيمبا التنزاني والترجي التونسي، برضه مجموعة قوية. تتكلم في بترو أتلتيكو ليه اسمه، سيمبا ليه اسمه برضه، والترجي التونسي طبعا غني عن التعريف، واستاد مالي برضه سمعناه أكتر من مرة. 4 مجاميع، هيبقى البطولة السنة دي صعبة جدا على الأهلي. أتمنى بس يعني دور المجموعات هيبقى صعب صعب. هنخش دلوقتي على الزمالك وقرعة الكونفدرالية. الزمالك وقع في المجموعة الرابعة مع المصري، طبعا فريق كويس المصري. كايزر تشيفز الاهلي لعبوا قبل كده من حوالي 2-3 على نهائي دوري الابطال افريقيا. كايزر تشيفز كسبنا بتهيألي 3 جوان يوميها، وكان محمد شريف كان مبدع في الماتش ده. وزيسكو يونايتد اعتقد مجموعه مش سهله برضه عن الزمالك. المصري فريق تقيل البورسعيدي، وكايزر تشيفز ليهم اساميهم، وزيسكو اعتقد انا اول مره اسمعه برضه. المجموعه الثالثه بقى فيها شباب بلوزداد، ستيلومبوش، اوتوهو، سنجيدا بلاك ستارز. اسامي لا نعلم عنها شيء، بس ما نعرفش فيها غير المجموعه الثالثه دي غير شباب بلوزداد. عندك المجموعة التانية وقع فيها الوداد ومانيما يونيونيو، حاجات الله اعلم بيها يعني. وعزام ده ايه ده، تاجر مخدرات ده ولا ايه؟ عزام برضو في مجموعة الوداد ونيروبي يونايتد. المجموعة الاولى والاخيرة هي اتحاد العاصمة وجولويبيا واولمبيك اسفي وسان بيدرو. يعني شويه اسماء غريبه، بس احنا نعرف كام فرقه كده في الكونفدراليه. هيبقى طبعا الكونفدراليه اهم الفرق فيها هو اتحاد العاصمه، الوداد، شبيبه بلوزداد، وستلومبوش، والزمالك والمصري وكايزر تشيز. دول اللي احنا نعرف اساميهم ونعرف عنهم واتفرجنا عليهم في ماتشات كتير. عايز اتكلم معاكم بقى، دي بالنسبه لمجموعات الكونفدراليه برضو صعبه على الزمالك، مجموعه مش سهله. الاهلي طبعا محطوط في مدعكه. عايز اتكلم بقى كلمتين عن الدوري المصري. الدوري المصري دلوقتي انت بتتكلم ان السيراميكا هو متصدر الدوري 12 ماتش عنده 26 نقطه، الاهلي الثاني 12 ماتش عنده 23 نقطه، يعني سيراميكا فارق عنه ب 3 بونت يعني بماتش. عندك الزمالك الثالث 12 ماتش برضه 22 نقطه، فارق عن الاهلي بونت واحد. بيراميدز الرابع 9 ماتشات 20 نقطة، يعني بيراميدز لو كسب ال3 ماتشات بتوعه هيبقى فارق ايه ده، لو كسب هيبقى 29 نقطة، هيبقى أول الدوري، وفارق عن الأهلي ب6 نقط، وفارق عن الزمالك ب7 نقط. المصري 12 ماتش 20 نقطة. وعندك السادس وادي دجلة لعب 12 ماتش عنده 19 نقطة. وعندك انبي السابع لعب 11 ماتش عنده 18 نقطة، لسه فاضل له ماتش لو لعبه وكسبه هيصعد، هيبقى 21 نقطة، ممكن يوصل الكام. الانبي هيبقى 21 نقطة، هيبقى مركز الرابع مكان بيراميدز لو كسب الماتش بتاعه. طبعا في عندنا فرق بتنافس على الهبوط،
يعني نتكلم مثلا اخر 5 فرق في الدوري، تتكلم الاسماعيلي 17 لعب 13 ماتش عنده 10 نقط. 13 ماتش يعني يعتبر من اكتر الفرق اللي لعبت، هو وغزل المحله 13 ماتش. عندك طلائع الجيش ال 18 13 ماتش 10 نقط. المقاولون العرب، المقاولين العرب لعب 12 ماتش 9 نقط. حوار غريب في هود الصحراء المقاولين بيعاني برضه في الهبوط. والاتحاد السكندري مفاجأة، الاتحاد السكندري لعب 12 ماتش عنده 8 نقط. حوار غريب جدا، اتحاد فريق كبير وعريق ان هو يبقى متزيل دوري الجدول في المركز العشرين. حوار غريب، لازم يفوق الاتحاد، ليه جمهور كبير وجمهور عريق. وعندك المركز ال21 هو كهرباء الإسماعيلية، عنده 8 نقاط في المركز ال21، لعب 12 ماتش. دي كانت معلومات سريعة عن دوري الأبطال وعن كونفدرالية، وشوية معلومات عن الدوري المصري. أتمنى التوفيق لفرقنا المصرية في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وبطولة كونفدرالية، الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري. وأتمنى طبعا التوفيق لفريق للأهلي في الدوري العام يرجع لمركزه الطبيعي، والزمالك برضه يرجع لمركزه الطبيعي. اتمنى لو عجبك الفيديو يا ريت ما تبخلش علينا باللايك الجميل وتعمل اشتراك في القناة وتتابع معانا كل جديد. شكرا، سلام.